دي هي يومي، اما الولد اللي قدامنا ده فهو ميزو. ودول يا معلم كانوا اتنين كابلز بيحبوا بعض زمان ايام المدرسة الاعدادية، لكن حصلت بينهم مشكلة وانفصلوا يا صديقي. والايام لفت والقدر لعب بيهم، وميومي اتجوزت ابو ميزو، ودلوقتي ميزو ويومي ملزمين يعيشوا مع بعض في نفس البيت، وكمان يتصرفوا كأنهم ما يعرفوش بعض قبل كده. وبنشوف الاتنين واقفين قدام باب البيت وعينيهم في عينين بعض، لكن عزيز المرة دي مش وقفة رومانسية ولا حاجة. دول بيبصوا لبعض نظرات احتكار وكره، وكل واحد فيهم عايز يسيب البيت الاول من غير ما التاني يجي معاه اساسا. بس الحاجة ام يومي بتيجي وبتبوظ الدنيا لما بتقول لميزو ان اكيد دلوقتي يومي رايحة للمكتبة او محل الكتب، فابقى اروح معاها عشان ما عندناش بنات تخرج لوحدها. وميزو بيعمل نفسه جيركن مان وبيوافق، لكن من جواه بيعيط حرفيا وبيكره اليوم اللي اتولد فيه. ودي بتبقى حياة ميزو ويومي يا معلم، يعني الاتنين بيفضلوا ينافقوا قدام اهلهم وانهم منسجمين مع بعض، لكنهم في الحقيقة كل واحد فيهم بيصحى يصلي الفجر حضر علشان يدعي على التاني. وفي يوم بنشوف يوم الزندقة داخلة أوضة ميزو من غير أي استئذان علشان تغلس عليه وتجر شكله، وبتقوله إنه مش محترم لأنه مش بيناديها سعادة أخت الكبيرة يومي. وميزو لما بيسمع الكلام ده مش بيبقى فاهم هو ليه مجبر يقول لها كده اساسا، فبتيجي يومي تاخد وضع المحنك وتشرح ليه انها اكبر منه فلازم يحترمها، وميزو بيفكرها انهم الاتنين قد بعض اساسا، وانهم مولودين في نفس الشهر والسنه، يعني لو كانوا اخوات حقيقيين كان زمانهم بقوا توأم اصلا. وهنا يومي بتقوم رد اكتر رد مستفز في الدنيا، وبتعرف ميزو انها اتولدت بالظبط الساعه 11 الصبح، بينما هو اتولد الساعه 11 ونص، يعني هي اكبر منه بنص ساعه. وميزو بيعمل نفسه عريف زمانه وبيقول لها انت اكبر مني بنص ساعة وقت، وانا اكبر منك بذكاء وفطنة في الحياة، وبيفضلوا الاتنين يتعاركوا مع بعض لحد ما بيتوصلوا لحل وسط، وهم انهم يعملوا مسابقة وبتكون عبارة عن انهم قدام اهلهم يتعاملوا كأنهم اخوات وزي السمنة على عسل، ومحدش يجيب سيرة انه كان مرتبط بالتاني قبل كده، لكن لو حد فيهم اتعصب على التاني او فضح علاقتهم هيخسر يا معلم. وساعتها بقى هيكون هو الاخ الاصغر، والاوسخ من كده انه هيكون خدام باقي عمره. وبتبدأ يومي من اول ثانية في استفزاز ميزو، وبتروح تسرق شوية العاب وكتب مانجا من المجموعة بتاعته، وده بحجة ان الاخوات بيتشاركوا مع بعض في حاجتهم. والله ما حصل ابدا يا بنت، مفيش الكلام ده. وميزو بيفهم خطتها وانها عايزة تضايقه علشان يخسر، وبينهار اول ما بيشوفها رايحة عند الدرج المحظور بتاعه اللي فيه كتب يومياته. وميزو بيكون فاكر نفسه طه حسين تقريبا، وعلشان يخلص من غتاتة يومي بيقلب اكتر شخصية رومانسية في الدنيا، وبيعتذر ليها ويقول لها كلام رومانسي وانه مش هيستحمل الخناق معاها. ويومي بتقع في الفخ وميزو بيشمت فيها وبيخليها غصب عنها تناديه باخويا الكبير لمدة اسبوع. وبعد حوالي شهر بيجي مراسم دخول المدرسة الثانوية، ويومي وميزو بيقولوا قدر الله ما شاء فعل لانهم في نفس المدرسة مع بعض، وبيفتكروا ان مفيش اسوأ من كده، بس الاسوأ بيجي وهم انهم بيبقوا في نفس الفصل يا معلم كمان. وبعد ما اهلهم بيمشوا من الحفلة بتاعة دخول الثانوي، ميزو ويومي بيتفقوا انهم يروحوا المدرسة بشكل منفصل عن بعض. وميزو بيقول ليومي بيروح يكونوا صداقات وخليك اجتماعية بدل ما انت دودة كتب ومعفنة كده، وبعد ما بيفضل يعاير يومي طول اليوم بيتكسف لما اصلا محدش بيعبره في الفصل، وكل العيال بتتلم حوالين يومي علشان يصاحبوها، وده لانها اول ما دخلت قالت خطاب مؤثر جدا في حفلة دخول الثانوي. واثناء ما ميزو قاعد مكسوف من نفسه، اخيرا بيجي شويه شباب يكلموه ويتعرفوا عليه، بس بعد كده بيكتشف انهم بيحاولوا يتقربوا منه علشان يعرفوا يشقطوا يومي اساسا. ولما بيروح البيت بيلاقي يومي في وشه وبتفضل تهزقه لانه محطش حدود لشويه الشباب دول لانهم بيقللوا منه، وكمان بيستعملوه كجسر علشان يعرفوا يكلموها، لان مفيش ولا واحد فيهم عنده الشجاعه الكافيه انه يروح يكلمها بنفسه. وميزو بيرد عليها وبيقول لها يا ست فكك منهم، دول شويه عيال عبيطه ما تشغليش بالك بيهم. ويومي مش بترضى بالاهانه دي لميزو، فبتروح تاني يوم تتمشى ورا ميزو وهم رايحين المدرسه بعد ما كانوا متفقين انهم يروحوا منفصلين عن بعض. واول لما بيوصلوا هناك بيشوف شله الشباب دول يومي وهي ماسكه في ميزو، وبتبعد الشباب عنه وبتقول لهم معلش اصل عندي عقده الاخ. ومن ساعتها بقى صديقي ومفيش اي حد من الشباب دول بيقرب منهم مرة تانية. اما في البيت بقى يا معلم لما بيرجعوا اهلهم بيبعتوا لهم رسالة انهم هيتأخروا برا، وميزو وقتها بيقرر انه يروح يحضر العشاء، وهنا يومي بتتصدم انه بيعرف يطبخ، وميزو بيعايرها بانها فاشلة في اي حاجة وكل حاجة، ده حتى انها مش بتعرف تعمل كوباية شاي اساسا. ويومي بتبقى خلاص عايزة تقلب الترابيزة في وش ميزو، لكنها بتستحمل التهزيق ده كله علشان الطبخ طعمه عظمة وهي همها على كرشها. وبعد كام يوم بنشوف ميزو قاعد في امان الله في المدرسة، وبيكون النهاردة موافق يوم امتحان الالعاب عندهم.
وبيجي عيل اسمه شيرو وبيقف قدام ميزو وبيقول له انه عايز يبقى شريكه في امتحان الالعاب يا معلم. وميزو من كتر ما هو زهقان من كمية الناس اللي بتتعرف عليه علشان بس تشقط يومي فبيزعق في شيرو وقتها، وبيقول له يا عم انت باين من سحنتك انك عيل لعيب اساسا، وانا زي الفريق ما بحب الشريك يا عم، غور من هنا. وشيرو بيضحك وقتها وبيفهم ميزو ان هو عايز يصاحبه عادي، مش عايز منه مصلحة ولا حاجة. والكلام ده بيخلي ميزو في نص الباسه حرفيا ومش بيصدق وبيكون محروق جدا. اما على الناحية التانية يومي كمان بتلاقي صديقة جديدة اسمها نامي وبيبقوا رايحين مع بعض امتحان الالعاب. بس يومي بتكون شايلة الهم لان بالرغم من انها قاعدة طول الاجازة تطور من نفسها وتحاول تخلي شكلها اجمل واحلى، وده علشان تبقى اجمل بنت في المدرسة وكل العيون تبقى عليها الا انها فشلت في اي حاجة رياضية. وكمان خايفة يبقى شكلها عرة قدام الفصل وبتخاف اكتر اول ما بتشوف نامي دي وانها شوية وتروح تقدم تدخل الاولمبيات من كتر ما هي رشيقة. بس بتحس بفقدان الامل اول ما بتبص جنبها وبتلاقي ان امتحان الاولاد بدأ كمان، وعمنا ميزو بيستسلم اصلا من قبل ما يحاول لان ما عندوش بربع جنيه اهتمام. وده بيخلي يومي تتحمس وبتنزل عليها شوية رشاقة من السما بتخليها تعمل اداء عظمة في الامتحان لدرجة انها بتضخ وبيغمى عليها. وطبعا بتقع في حضن ميزو زي اقل فيلم هندي رضي الصناعة يا معلم. وميزو بيقول ليومي انها كانت عظمة بس ما ينفعش تضغط على نفسها اكتر من اللازم كده تاني علشان بس صورتها ما تتهزش قدام الناس. ولما نامي بتيجي ميزو بيديلها يومي وبيقول لها خليها تحت رعايتك وبيمشي. ونامي اصلا مش بتبقى فاهمه هو ايه اللي جاب ميزو هنا، لكن يومي فهمتها انه جه عشان يطمن عليها مش اكتر. ونامي بتاخد يومي القطه الممرضه بعد ما يومي بتحس انها احسن وبتعترف لنامي انها فضلت تضغط على نفسها قبل امتحان الالعاب. وكمان نزلت جيم ورفعت اثقال حتى في البيت لدرجه انها ما كانتش بتنام وكل ده علشان تحافظ على صورتها قدام عيال الفصل لانها في الحقيقه ما عندهاش بربع جنيه شويه رشاقه. والكلام ده بيخلي نامي تتقرب منها اكتر لانها شايفه ان يومي بنت مجتهده جدا وبيبقوا اعز اصحابه بيرجعوا للفصل تاني. وهناك بيلاقي ميزو مستنيهم وبيقول ليومي عندك هالات سودا تحت عينيك وبيمشي ويسيبها. هو ايه الوقاحه اللي انت فيها دي يا معلم؟ وتاني يوم يومي بتغيب عن المدرسه ونامي بتجري بسرعه لعند ميزو وبتساله هي يومي ما جاتش ليه. وميزو بيعرفها ان يومي تعبت وجالها دور برد شديد وعلشان كده هي ما جاتش النهارده. ونامي بتفضل تهول في الموضوع كأن يومي داسها قطر ولا حاجة، وعمنا شيرو بيدخل في الموضوع من غير استئذان هو كمان. وبيفضل يتريق على نامي ونامي بتقول له انت ليك عين تتريق عليها وانت اصلا بتتقرب من ميزو علشان تشقط يومي اساسا. لكن شيرو بيعمل فيها كاريزما وبيقول لها انا مش عايز اشقط حد وانا ماليش في الحب وكلام اللهطل بتاعكو ده. اما نامي فبتطنشه وبتحلف انها هتروح البيت مع ميزو ورجلها على رجله علشان تعمل مفاجأة وتزور يومي العيانة. ولما بتوصل للبيت يومي اصلا بتكون في سابع نومه، وما بتصحى بتبقى سكرانه وبتفتكر انها لسه مرتبطه بميزو. وبتفضل تنادى عليه على اساس كده وبتفضل تعاتبه انه سابها ومشى، وميزو بيفوقها وبيعرفها ان نامي اجت علشان تزورها. وهنا يومي بتفوق من الكسفه ونامي بتعرفها انها جابت شويه مكونات من السوبر ماركت علشان تعمل لها اكل العيانين هي وميزو. وبيروحوا للمطبخ مع بعض ونامي بتقلب المحقق كونان فجأة مع ميزو وبتسأله عن أصله وفصله وإذا كان عنده حبيبة قبل كده. وبتفضل على كده يا معلم شوية ومش بتحله ده ولا كأنها هتطلع له بطاقة. وبعد ما أخيرا بيخلصوا عمل الأكل نامي بتروح تأكل يومي بنفسها ده ولا كأنها عندها شلل رعاش ولا حاجة. ولحد دلوقتي نفسي اعرف ليه نزلة البرد عند اليابانيين بيعملوها كأنها شلل ولا حاجة. ونامي بتمشي بعد كده يا معلم في نهاية اليوم، ويومي بتبقى لسه في حالة الغباء المرضي ده، وميزو بيبقى رايح على اوضته لكن يومي بتطلب منه انه ما يسيبهاش. وبتفضل تعاتبه انه سابها لوحدها طول اليوم وبتطلب منه انها تمسك ايده علشان تنام، وهو مش بيبقى قدامه اي حل غير انه يسمع كلامها وخلاص. ويومي وقتها بتنام نوم الميتين حرفيا. وطول اليومين تلاتة دول يومي بتفضل حرفيا مشغلة ميزو خدامة عندها وبتوديه وتجيبه لحد ما بيزهق منها. وبيقرر يقيس درجة حرارتها وبتطلع انها خفت بس عادة تستعبط عليه علشان يخدمها وخلاص. وميزو وقتها بيقوم مسح بها البلاط حرفيا لانها عمالة تستعبده من زمان. بعد كده بنشوف الأستاذة يومي وهي قاعدة بتفكر في ماضيها من قبل 6 شهور كده، وده أيام ما كانت بنت دودة كتب وعبيطة، وساعتها كانت مرتبطة بميزو وكانت مهووسة بيه لدرجة إنها بتحتفظ بأي حاجة بيجيبها لها. وحتى كل ده يا معلم في صندوق صغير، وده يبقى سر يومي. والموضوع بقى مجنون جدا لدرجة إنكم لو فتحتوا قائمة أكبر 10 مجانين في الدنيا هتلاقوا اسم يومي موجود فيه. ودلوقتي هي معاها قطعة من ملابسه وبتبقى عايزة تحتفظ بيها هي كمان، لكنها بتفوق لنفسها وبتقرر إنها ما تخاطرش علشان ميزو، لان كده هو هيبقى ماسك عليها زله وهتخسر قدامه. وعلشان كده بتستنى لما الكل يروح يناموا عشان ترجع اللبس مكانه، لكن حظها بيبقى اسود لان ميزو بيظهر قدامها فجأة وبيبقى منظرها عرة حرفيا، وبتضطر انها تقعد علشان تفهمه سوء التفاهم ده، لكن ميزو مش بيقتنع باي مبرر هي بتقوله. فبتضطر يومي انها تقوله الحقيقة يا معلم، وبتحكي له قصة الصندوق اللي عندها اللي بتحتفظ بيه بكل حاجة.
وبتبقى خلاص قبل اي عقاب هينزل عليها، لكن ميزو بيبقى جيركن مان وبيسامحها ومش بيقول لها اي حاجة. وهما الاتنين يا معلم بيقرروا ان هما يجيبوا سيرة الموضوع ده تاني، وبيتفقوا على انهم يمثلوا دور الاخوات العظمة قدام اهلهم. بس بره البيت ليهم الحرية المطلقة يعملوا اللي هم عايزينه وخلاص، والمسابقة اللي بينهم بتتلغى طول ما هم بره البيت. وفي نهاية اليوم الدراسي يومي بتبقى مروحة في أمان الله، إلا وفجأة تعدي من قدام كافيه وبتشوف إن ميزو قاعد جوه الكافيه مع بنته وبيضحكوا مع بعض. ميمز أنت يومك أسود. وبتفهم وقتها انه طالع ديت، وبتفتكر ان هو صاحب قرار انهم يتصرفوا براحتهم بره البيت. ولما بتربط الاحداث ببعض وقتها بتستنتج ان الاستاذ عايز يوعد براحته من وراها يا معلم. واكتر حاجه بتغيظها وقتها ان البنت اللي قاعده معاها حرفيا شبهها لما كانت دودة كتب وعبيطه زمان. ويومي بتروح بسمها ونارها تاني يوم المدرسة وبتحكي اللي حصل كله لنامي، ونامي مش بتديها أي حل مفيد. ولما يومي بتروح البيت بتتصدم أول ما بتشوف إن في جزمة شخص زيادة في البيت، وخصوصا إنها جزمة حريمي يا معلم. وأول حاجة طبعا بتيجي في دماغها إن الأستاذ ميزو جايب حبيبته البيت هنا، فبتصور الجزمة دي بسرعة كدليل عليه. وبتروح تعمل في ميزو مقلب، وهي إنها بتتصل بيه وتقنعه إنها بره البيت، وبتطلب منه إنه يطلع يشتري حاجة بسرعة. وعلى ما هو يطلع من البيت هي هتدخل اوضته بسرعة وتحذر البنت وتخليها تمشي وتسيبه للأبد. وبتنفذ فعلا الخطة يا معلم، وبتروح بسرعة لعند أوضة ميزو، لكن الخطة بتفشل لما ميزو بيطلع من الأوضة وبيسألها انت ايه اللي جابك البيت هنا أصلا. ويومي بتواجهه بالحقيقة وبتسأله هي فين البنت اللي هنا اللي انت مخبيها، وهو مش بيفهم أي حاجة من اللي هي بتقوله. فبتوريه الصورة بتاعة الجزمة اللي هي صورتها، وهو بيعمل عبيطه بيقول لها روحي دوري في أوضتك يمكن تلاقي حد هناك. ويومي مش بتلاقي حد وبتفضل تزعق فيه، وهو بيعمل نفسه عبيط وبيخش اوضته تاني علشان ينام، لكنه في الحقيقة مش بينام وبيفضل يفكر في حوار الجزمة دي. لكنه فعلا مش بيكون فاكر السبب اللي جاب الجزمة دي هنا، وفي الاخر بيفتكر انه كان قاعد في المكتبة وجيت بنت طلبت منه انهم يتجوزوا، فهو رد عليها وقال لها انه اول مرة يشوفها في حياته وهيتجوزوا ازاي. فبتقوم البنت خلع الباروكة والتنكر بتاعها، وبيطلع ان البنت دي هي نامي. وبتكون عايزة تتجوز ميزو فعليا مش علشان هي بتحبه، لا علشان هي عايزة تعيش في نفس البيت معاه. وبكده يا معلم هتبقى اخت يومي في القانون، ومعاها الحجة اللي هتخليها تقعد معاها دايما. اما بقى في اللحظة دي ميزو بيعرف ان كل اللي حصل ده من صنع نامي من الاساس. وبيروح ميزو يتصل على شيرو علشان يشتكي للي حصل ده، وبيسأله هي نامي دي اي نوع من الاشخاص. وشيرو بيحكي ليه ان نامي كان عندها حبيب من ايام اعدادي، وكانت حرفيا بتعامله بكل لطف ومثالية، وكانت كل يوم بتهتم بيه اكتر من اليوم اللي قبله. لحد ما الراجل يعني جاله انهيار عصبي ونقلوا العناية المركزة. يعني نامي من الاشخاص اللي بتلزق فيك وتهتم بيك بطريقة اوفر زيادة عن اللزوم. وفي الحالة دي شيرو بيحط خطة لميزو علشان يخلي نامي تبعد عن يومي تماما. وميزو يا معلم بينفذ اول حاجه من الخطه، وبيخبط على باب اوضه يومي، ولما بتفتح بيطلب منها انه يخرج معاها في ديت. وبالفعل في النهايه بنشوف ان يومي وافقت تخرج مع ميزو في الديت، وبتبقى قاعده مستنياه في الشارع ومتعصبه وجايبه اخرها لحد ما بتشوف ان ميزو اجا. وبيكون لابس الطقمية الطرش بتاعته بدل لبس عريس الجنة اللي كان بيلبسه زمان، والبنت يومي حرفيا قريب هتتوفى من كتر الوسامة اللي هو فيها. وبتروح مع حديقة الأسماك واللي مش بيروحها غير العائلات والحبيبة، وبتبقى ماسكة نفسها علشان ما تضحكش أو تبين إنها مبسوطة علشان شكلها بيبان تقيل وكاريزما. لكننا بنكتشف إنها في الحقيقة رجعت وقعت في حبه من أول وجديد، والموضوع بيسوء أكتر لما ميزو بيمسك إيدها وبيمشوا بيها كمان. وفي الوقت ده بتكون نامي وشيرو متنكرين وقاعدين يراقبوا ميزو ويومي من بعيد. وبنكتشف اصلا ان شيرو هو اللي جايب لميزو البدله الجامده طحن اللي لابسها، ومسرح له شعره كمان ومخليه راجل غني. ده غير كمان كميه النصايح في التعامل مع النساء اللي اعطاها له، وخصوصا حوار انه يتغزل في لبس يومي اول ما تسمح ليه الفرصه. وميزو بياخد نفس عميق وبيقرر انه يتغزل في لبس يومي زي ما شيرو قال له، لكنه بيتوتر جدا فبيقول لها شكلك حلو قوي النهارده. وبيفتكر ان كده بوظ الدنيا وبيخاف، بس بيحصل عكس المتوقع ويومي بتتكسف جدا فبتقول له شكرا. وهنا ميزو هو اللي بيستغرب ومش فاهم هي ليه فجأة يومي قلبت لنفس الشخصية اللي كانت عليها ايام اعدادي لما كلمها اول مرة. يعني البت حرفيا وقعت في الحب ومحدش سمع عليها. اما شيرو فبيقول لنامي بص على عصافير الحب دول، وبيفضل يقنع فيها انها تسيبهم في حالهم وما تقربش منهم تاني، والا لو عملت كده هتبقى عيلة خرابة بيوت. وكمان عمنا ميزو بيعمل حركة جنتلة منه وبيسحب يومي الحضن وبيعمل نفسه انه انقذها من راجل معدي بابنه عادي. واول ما ميزو بيعمل كده يومي قلبها بيدق مليار وربع دقة في الدقيقة من كتر الرومانسية والتلزيق، وبتستغرب هو ايه الحب اللي نزل على ميزو فجأة ده. بينما ميزو اصلا بيتمنى الارض تنشق وتبلعه ويخلص، حتى انه بيروح الحمام وبيرن على شيرو وبيفضل يشتكي له من العذاب اللي هو فيه من كتر الاحراج. بينما الهانم يومي بتبقى كانت عايزة تروح الحمام هي كمان، فبتلاقي زحمة فبتفضل تتمشى في المكان لحد ما بتتوه ومش بتعرف ترجع تاني. وبتستنى اي مكالمة من ميزو علشان يهزقها ويمسح بيها البلاط لانها مشيت وهي مش حافظة المكان، لكن بيحصل العكس.
وده لما ميزو بيعرف انها تاهت بيحط الغلط عليه لانه سابها لوحدها، وده بيخلي يومي تتعصب لانه شغال يعملها بلطف من الصبح. وبتفكر في ايام زمان لما كانوا بيوعدوا بعض وطلعوا في اول ديت ليهم مع بعض وحصل نفس الحاجة وتاهت منه، وبعد ساعة لقاها اخيرا وعطاها مشروب كمان وفضل يهديها ويقنعها ان مهما عملت هيفضل معاها. حرفيا يومي مش بتعرف تخرج في ديت من غير ما تتوه وبتطلع ميتين وحرفيا. واثناء ما يومي سرحانه في الماضي بيجي ميزو قدامها ومعاه نفس المشروب اللي كان عطيهولها لما تاهت اول مره، والباشا بيعمل نفسه دمه خفيف وبيمثل كانه جرسون. وبيفضلوا الاتنين يمسكوا في خناقه بعض لحد ما الخناقه بتقلب كلام على روايات الجرايم القتل اللي بيقراوها سوا، وبيفضلوا يحكوا عن احداث الروايه دي. وشكلهم بيبقى منسجم على الاخر، وكل ده بيحصل قدام نامي اللي متضايقه من كتر ما هما باين عليهم الحب فعلا. وبعد ساعات ديت بينتهي اخيرا ويومي بتروح البيت الاول، ولما بتسيب ميزو بتقوم نامي بعت ليه رساله على طول انها موجوده في حديقه الاسماك. وبتقف قدام ميزو وبتعتذر لانها دخلت بيته من غير ما تستأذنه وعملت مقلب الجزمه ده فيه وانها مش هتكررها تاني. وبتترجى انه ما يقولش الحقيقه ليومي، وهو بيطمنها انه مش هيقول ليومي حاجه علشان لو يومي عرفت هتقطع علاقتها بيها تماما. ونامي بتبقى وقحة ومش بترضى تشكر ميزو، بتقوله انها برضه لسه في دماغها انها تتجوزه علشان تعيش معاه في نفس البيت وتتقرب من يومي اكتر. وفي المدرسة نامي بتلزق في يومي كالعادة، وميزو بيروح يشتم شيرو علشان خطته فشلت. بعدها بيسأله اذا كان دخل العناية المركزة قبل كده، وشيرو وقتها بيأكد له ان ده ما حصلش اساسا. ولو انت لسه مش فاهم لحد دلوقتي فايوه، شيرو هو اللي كان حبيب نامي في المدرسة الاعدادية. وبتمر الايام وبنشوف يومي وهي رايحة تهزق في ميزو المسكين من غير اي سبب، وبتقوله انهم لازم يخرجوا يشتروا هدايا حالا. وميزو مش فاهم ايه السبب اللي يخليه يقوم يوم اجازته يشتري هديه اصلا. فيومي بتوضح له انهم عايزين يجيبوا هديه لعيد الام ضروري، ولازم يخرجوا كمان ينقوا الهديه مع بعض ويقسموا الفلوس بالنص. واول ما يومي بتقول له كده على طول ميزو بيفهم انها مفلسه ومش عارفه تجيب هديه لامها، فبيرد عليها بكل وقاحه عادي وانه مفيش اي سبب حرفيا يخليه يقوم من مكانه ويروح معاها المول لانه مش ناقص نكد ولا قرف على الصبح. وهنا يومي بتقرر انها تلجأ للخطه جيم وبتروح اوضتها تلبس اشيك طعم عندها، ولما ميزو بيشوفها بالجمال ده كله بينبهر يا معلم وبيروح معاها زي البوبي. ده مفيش بربع جنيه شخصيه يا عم ميزو انت. وبيركبوا المترو وبيبقى زحمه جدا، وكل ما المترو يقف ميزو بيلزق في يومي بالغلط وشغل الافلام الهند الملزق اللي اتعودنا عليه ده. ولما بيوصلوا للمول بيحتاروا اصلا يجيبوا ايه لامهم، وبيقترح ميزو انهم يجيبوا لها طاسه بما انها بتعرف تطبخ مش زي ناس كده. ويومي بتتعصب عليه وتقول له عندنا طاسات تكفي اكسرها على دماغك يا معلم، شوف حاجه تانية نجيبها. وبيفضلوا يلفوا حرفيا علشان يلاقوا اي هديه تنفع لحد ما بيطلع ميتينهم، وفي الاخر بيروحوا البيت. وبيجيبوا للست الوالدة طقم كوبايات وشوية ورد، والحاجة بتتأثر وبتفضل تعيط، وده أول مرة حد يجيب لها هدية في حياتها. وفي نص اليوم كده ميزو بيروح يقعد قدام صورة أمه الميتة وبيفضل يتأمل فيها، ويومي وقتها بتبقى معدية من جنبه وبتشوفه بالصدفة وبتفضل تراقبه، وهو بيحس بوجودها وبيهزقها على مراقبتها ليه، لكنها فورا بتعتذر منه لأنها كانت فضولية زيادة عن اللزوم. وبتسأله عن أمه وهو بيشرح لها إنه ما يعرفش أي حاجة عن أمه لأنها ماتت لما كان طفل صغير لسه، ده حتى إنه مش فاكر وشها غير من الصور. وبيبص على يومي وبيعرفها إن أهلهم محتاجين يخرجوا أجازة مع بعض، يعني هم متجوزين جديد بس بيشوفوا بعض حرفيا بالعافية كل يوم بسبب شغلهم. ويومي بتستغرب من تفكير ميزو وبتقوله إنها ما كانتش فاكرة إنه إنسان مراعي ونبيل قوي كده، بس هو بيهزقها وبيسألها هي ايه درجة الاحتكار اللي شايفاني بيها دي. اما يومي فبتطنشه وبتفكر في انهم يحجزوا ترابيزة في مطعم فاخر او اسبوع في فندق لاهلهم، بس هما الاتنين اصلا مفلسين، وده من بعد ما جابوا طقم الكوبايات في عيد الام. ومن هنا ميزو بتجيله فكرة انهم يسيبوهم في البيت لوحدهم فترة كده كام يوم ولا حاجة. وفي الحالة دي يا معلم ميزو بيستعين بشيرو ونامي وبيروحوا يقضوا عندهم اليومين دول بما ان اصلا شيرو ونامي جيران عندهم. وميزو بيروح يقعد في بيت شيرو، اما يومي فبتروح تقعد في بيت نامي، وده بيبقى حلم وتحقق بالنسبة لنامي. وبيبدأ بقى شيرو وميزو في انهم يحكوا مع بعض وكل واحد بيسأل التاني عن البت بتاعته. وشيرو بيروح يستفز ميزو بصوت عالي وبيقول حاجة محرجة عنه، ويومي بتسمعها وبتتعصب وبتفضل تضرب وتدبدب في الحيطة. وشيرو بيفضل يضحك على ميزو وقتها وبيعرفه ان الحيطة هنا حرفيا اخف من الورق. فميزو يا معلم بيقرر ينتقم منه وبيكتفه وبيفتح مذكراته وبيفضل يقرأ فيها بصوت عالي، واللي بيكون مكتوب فيها انا اسمي شيرو وعايز اكبر وابقى ظابط شرطة واتجوز نامي. ونامي يا معلم من الاحراج بتفضل هي كمان تدبدب وتزعق جنبهم. وفي الاخر الاربعة دول بيروحوا المطعم، وهناك مش بيخافوا عراك دول بيتخانقوا حتى على الاكل. وعمنا ميزو بيروح عشان يصب لنفسه شوية بيبسي يبلع بيهم اللقمة، لكن بيبقى فلاح لسه اول مرة يرى اضواء المدينة ومش عارف يستخدم مكانة المشروبات. وبتيجي يومي تشمت فيه وبتقول عليه فلاح وعبط، وبتفهمه ان لازم يخلط كل المشروبات ببعض، وبتوريه في النهاية خلطة مشروبات كأنها جاية من جهنم من كتر ما هي مقرفة، وهو زي العبيط بيقلدها.
ولما بيرجعوا لترابيزة نامي بتفضل تضحك عليهم لأنها هي اللي قايلة ليومي تعمل فيه كده وكانت قاصدة تعمل فيه مقلب. ومقالب نامي مش بتخلص على كده لأنها بتلزق في ميزو وبتفضل تتحايل عليه إنه يذاكر لها لأن الامتحان قرب خلاص. فبيقوم ميزو قايل لها خلي يومي تذاكر لك أصل هي متعودة تبذل مجهود في دراستها علشان تجيب درجات عالية، بس أنا فاجر وداعر وبجيب درجات عالية بصابع رجلي الصغير. وطبعا من بعد الكلام ده يومي وميزو بيمسكوا في خناقة بعض من تاني وبيروحوا للبيت، وهناك ميزو بيفضل يذاكر للامتحان وشيرو بيسأله هو انت بتذاكر ليه يا صاحبي، هي الامتحانات صعبة للدرجة دي؟ وميزو بيأكد ان الامتحانات صعبة لدرجة ان واحد ذكي زيه ومحتاج يبذل جهد كبير، وشيرو بيعيط وبيشد في شعره لانهم ضحكوا عليه، وده لانهم قالوا له ساعتها ذاكر في الاعدادية علشان ترتاح في الثانوي. وبعد ما بيخلص اليوم ده اخيرا كل واحد بيرجع بيته، وهناك بيدخل كل واحد في حالة مذاكرة بجد والكل بيفضل يقطع في الكتب حرفيا، بما فيهم يومي واللي بتحلف انها تجيب المواد كلها في شوال لكنها بتسرح في النص في ماضيها ايام ما كانت في تانية اعدادي، ودي كانت اول مرة في حياتها ما تجيبش درجات عالية في امتحان الحساب. وميزو هو اللي اخد مكانها وهي اخدت الموضوع بشكل شخصي وفضلت تذاكر مذاكرة مميتة حتى انها بطلت تنام، وكل ده علشان تهزم ميزو، وبالفعل بترجع مكانتها وبتجيب اعلى درجة في امتحان الحساب. ويومها بصت على ميزو علشان تشمت فيه، لكن اتصدمت وقتها لما لقيته اصلا مش مهتم بربع جنيه. وبعد ما بتخلص مذاكرة بتقوم تغلس على ميزو شوية وبتتحداه انها هتطلع الاولى على المدرسة المرة دي، وهتفضل تذل فيه وهو بيضحك في وشها ويقول لها على جثتي ده يحصل يا معلم. وتاني يوم والموافق يوم الامتحانات ميزو ويومي بيبقوا رايحين المدرسة، لكن ميزو بيلاحظ ان يومي لسه ما نامتش من امبارح، وبينبه عليها انه مش مهم تضيع نومها علشان شوية درجات بس. في الاخر يومي مش بتقتنع بكلامه وبتفضل تشتمه، واما بترجع للبيت بتروح تذاكر المادة التانية بس بتفتكر ان ميزو اشطر منها فيها، فبتستناه يطلع من اوضته علشان تدخل بسرعة تشوف بيذاكر المادة ازاي، لكن بتتصدم وبتنزل بسرعة في الصالة وبتوري لميزو امتحانه وبتسأله هو ليه سايب نص الأسئلة فاضية كده، وبتفضل تشتم فيه لانه عامل نفسه راجل محترم وعايزها تطلع الاولى علشان ما يزعلهاش، وبتمسك في خناقه وبتبقى شوية وهتولع فيه. وكل ده طبعا بيحصل قدام امها واللي بتتخض من الخناقه اللي شايفاها قدامها دي، حتى انها بتحاول تمنع يومي من انها تمد ايدها على ميزو. وفي الامتحان اللي بعده ميزو بيقف قدام يومي وبيقول لها مش انت اللي تتحدي اخلاقي عامله ازاي، ومن هنا ورايح ودي علاقه بالتلميذه الاولى على المدرسه دي نهائي. وبتعدي الايام وبيجي ميعاد النتيجه ويومي بتجري تشوفها، بس بتتصدم لما بتلاقي ميزو طلع الاول وهي التانية على المدرسه، وبتلاقي ميزو واقف جنبها فجاه بعد ما ظهر من العدم، وبيقول لها عيب عليك تتحدي بابا المجال، وبيسيبها وبيمشي، لكن بيلاقي باقي التلاميذ بيتلموا حواليها وبيباركوا لها، ودي مش الحاجه اللي يومي كانت متوقعاها نهائي، وكانت فاكره ان كل الانظار هتروح لميزو ويطنشوها، وهي من غير ما تحس بتبتدي تعيط ودموع الفرح بتملى عيونها، وبتروح تجري بسرعه لعند ميزو علشان تعتذر ليه على كل الدراما اللي عملتها دي، وبتوصل للمكتبه علشان هو دايما بيقعد، لكن هناك بتتصدم اول ما بتشوفه قاعد مع بنت غريبه، والبنت كمان بتكون حافية وشغالة تحكي مع ميزو وبتضحك ولا كأنها صاحبته من 1000 سنة، ده غير انها بتطلب منه انها تلبس جزمته. وبنعرف ان البنت دي اسمها سانا، وفي نهاية اليوم الدراسي والكل بيبقى مروح ميزو وسانا بيقابلوا يومي ونامي عند البوابة، وميزو بيعرفهم على سانا، لكن يومي مش بترد عليه وبتمشي بسرعة من كتر الغيرة اللي هي فيها. وفي البيت يومي بتقعد مع نفسها ومش بتبقى متقبلة حوار ان لسه بتغير على ميزو بالرغم من انها معرفتش حبيبته خلاص، ومش بتقدر تتحكم في مشاعرها لدرجة انها بتفضل طول اليومين دول تخدمه وبتعامله بلطف لدرجة ان هو شخصيا بيستغرب منها، وبيروح يحكي الموضوع ده كله لسانا، وسانا بتديله نصيحة انه يثق في مشاعره واحاسيسه ويكلم يومي ويسألها هي بتعمل كده ليه. وبالفعل ميزو بيسمع كلام سانا وبيروح بالليل عند يومي في اوضتها وبيفضل يستجوبها ويسألها هي ليه بتتعامل بغرابة كده، لكنها بتعترف ليه زي الجردة لانها حاسة بالغيرة من ناحية سانا دي، وهو بيهزها جامد وقتها. وفي المدرسة بيروح يخلي يومي وسانا يتعرفوا على بعض ويسلموا على بعض، وسانا بتوضح ليومي موقفها وانها بس مجرد صديقة لميزو ومش بتفكر في الارتباط والكلام العبيط ده اساسا. وهنا يومي بتحمد ربنا في سرها وما بتتكلمش تاني نهائي، وبتفتكر ايام اعدادي اما وقعت في حب ميزو وكانت بتقابله كل يوم في مكتبة المدرسة، وبما انهم بيتشاركوا نفس الهواية والاهتمام، وكل ما كانت تيجي تعترف ليه بالحب بتبقى مكسوفة وشجاعتها مش مساعداها، وعلشان كده اضطرت انها تكتب مشاعرها ليه في رسالة، وهو كان رد فعله عليها انه قال لها انه ما يستحقش حبها لكنها هيبقى مبسوط وهو معاها، ومن ساعتها وهم اتوعدوا، لكن انفصلوا عن بعض في اجازة تالتة اعدادي يا معلم. وبعد فترة كده بنشوف سانا وهي مروحة بيتها خلاص وبتفتح خزنة المدرسة علشان تاخد حاجتها، وهناك بنشوف رسالة غريبة مكتوب فيها تعليل على العنوان ده وإلا هنكشف أسرارك وفضايحك كلها. وسانا بتروح العنوان زي العبيطة واللي هو كافيه أصلا، وبتلاقي إن أصحاب الرسالة هم نامي ويومي، واللي بيطمنوها إن كل ده كان مجرد مقلب بس، وإنهم مش هيعملوا لها حاجة، بس نامي الخبيثة بتقول لها إن ده ما يمنعش إنهم عارفين سر صغير عنها،
وسنة زي الجردل اللي بتفضح نفسها لما بتقول لهم اوعوا تكونوا عرفتوا عني اني فاتحة قناة يوتيوب، وهم بيأكدوا لها ان دي اول مرة يعرفوا عنها حاجة زي دي اساسا، وبيكون غرضهم الاساسي بس انهم يسألوها اذا كانت فعلا بتحب ميزو كصديق عادي او كحبيب بالفعل. وهنا سنة بتعترف لهم بالحقيقة المرة، وهي انها اصلا مش عارفة مشاعرها اتجاه ميزو ده ومش عارفة هي بتحبه ولا لا. فبتقوم نامي بدون سابق انذار تقول لها انهم هيساعدوها ويخلوها تخرج في ديت مع ميزو. وهنا يومي وسهنا الاتنين بيتصدموا، ويومي بتقول لنامي احنا متفقناش على كده، بس نامي بتطنشها وبتضمن لسهنا انها هتخلق ليها فرصة عظيمة في انها تقرب من ميزو. وسنة بترفض لانها مكتفية بكونها صديقة لميزو وبتحط راسها في الارض، ويومي بتفهم كويس ان سنة لسه ما عندهاش الشجاعة الكافية انها تعترف لميزو بالحب، وده زيها زمان بالظبط، وبسبب كده بتتعصب وبتفضل تمدح فيها بالرغم من عصبيتها وبتفهمها انها زي الفل، وان ميزو هيعجب بيها في ثانية الا ثانية لو سمعت كلامهم ونفذت خطتهم. وفي الحالة دي سنة بتوافق وخلاص حرفيا، وبييجوا ينفذوا الخطة على أرض الواقع وبيقنعوا سنة إنها تغير شخصيتها علشان تعجب ميزو. وسنة وميزو بيروحوا المكتبة كالعادة، بس ميزو عينه مش بتيجي على سنة لحظة واحدة حتى، ونامي ويومي بيضربوا كف على كف وقتها، وبيضطروا يغيروا الخطة ويقولوا لسنة إنها تحاول تلزق في ميزو، وبتفشل الخطة برضه لأن ميزو متربي 20 مرة قبل كده، وبيطلب من سنة إنها تبعد عنه شوية. وسنة بتروح مكسورة الخاطر لنامي ويومي بتقول لهم إنها خلاص فقدت الأمل وهي راضية بإنها تكون مجرد صديقة عادي ليه. وهنا نامي ويومي بيقول لها الأحسن إنك تفضلي بشخصيتك زي ما انت وما تحاوليش تغيري حاجة، وإن عيبها بسيط جدا وهي إنها مش واثقة في نفسها نهائي. فبيقوموا حاطين ليها روج ومسرحين لها شعرها، وبتروح بالنيولوك ده وبتقف قدام ميزو، وميزو اما بيشوفها بيسألها وانت واكلة سمنة بلدي ولا ايه؟ وسنة بتكون شوية وهتموت نفسها لكنها لسه بتحاول مع ميزو، وبتفضل تقرب منه وهو بيبعد عنها، وبتستمر على الحال ده ساعة، وهي بتسأله انت بتبعد عني لو هو بيجاوبها بانه عايز مساحة شخصية ولو فكرت تقرب منه هيزعلها. وسنة بتعمل راسها براسه وبتقرب منه وتقول له بوريني هتزعلني ازاي كده. وفي الثانية دي يا معلم ميزو بيسيب الكتاب اللي في ايده وبيقوم منعكش لها شعرها، بقى هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا معلم. وبعد الفشل الذريع ده يومي ونامي بيلجأوا للخطة الأخيرة، وهي إنهم يدبروا ميعاد لسنة وميزو بعد المدرسة علشان سنة تعترف ليه بالحب في وشه، وده بما إنه غبي ومش بيفهم في التلميحات، وبالفعل ده اللي بيحصل، وسنة وميزو بيتقابلوا بعد المدرسة، ونامي ويومي بيبقوا مستخبيين قريب علشان يسمعوا كل حاجة. وسنة بتقول لميزو إن هو الوحيد اللي كان واقف معاها وبيدعمها وبيشاركها كل الهوايات واهتمامها في الفترة اللي كانوا فيها بيكرهوها فيها، وكانوا شايفينها عيلة غتتة ومزعجة، وعلشان كده هي عايزة تفضل معاه على طول، وبتطلب منه انها تبقى حبيبته وانهم يتوعدوا. وميزو بيرد عليها بانه بيحترمها وبيقدرها جدا، لكن ما يقدرش يقبل طلبها لانه بالفعل عنده بنت تانية في قلبه، برغم من انهم مش مرتبطين الا انه ما يقدرش يعيش من غيرها، ومضطر يبقى موجود علشان يرعاها، ودي كلها مشاعره اتجاهها، وانه مش هيقدر ينكرها ويروح يرتبط بواحدة تانية لانه كده هيشتغل البنتين في نفس الوقت. ويومي بتبقى قاعدة وسامعة الكلام ده كله، وبتفهم انه يقصدها بكلامه ده وانه لسه عنده مشاعر ناحيتها. ومن بعد كل ده سنة برضه مش بتستسلم، وبتقرر انها تكمل في انها تمثل دور الصديقة لميزو، لكنها في الحقيقة برضه لسه بتسعى علشان تكون حبيبته، وبتفضل تتلزق في لحد ما بتقنعه انها تروح تزوره في بيته، وهو مش بيلاقي اي حل غير انه يوافق عشان يخلص. لكن سنة قبل ما بتروح لعند ميزو بيوم بتكون خارجة مع نامي ويومي، وهما بيتصدموا لما بيشوفوها بلبس الخروج لانها حرفيا لابسة لبس عرسان الجنة وحاجة تقرف الكلب يعني. وبيقولوا لها انهم النهارده هيخلوها على سنجة 10 علشان لما تقابل ميزو تبقى مزة في عينه كده، وبيكونوا رايحين لمحل الملابس علشان يجيبوا ليها هدوم جديدة، وسنة بترفض لانها مش معاها فلوس تجيب هدوم اساسا، لكن نامي ويومي بيعرفوها انهم هيدفعوا حساب كل حاجة بس بشرط ان اي حاجة يشتروها تلبسها وخلاص من غير ما تتكلم. وسنة يا معلم بتضطر توافق وبتحط جزمة في بقها، لكنها مش بتبقى عاملة حسابها ان كل ما البنتين يختاروا لبس ليها يطلع اسوأ من التاني ومش مناسب خالص، ومش بيلاقوا اي حاجة حلوة، فبتقوم نامي بتقترح عليهم ستايل لبس جميل زي لبس يومي كده. ويومي بتزعل من جواها لانها كده هتقلد لبسها، وبتفتكر ايام اعدادي لما خرجت مع ميزو في ديت لاول مرة، وكانت بتحضر كتير للمقابلة دي واشترت لبس جديد ساعتها علشان المناسبة، ولما خرجت معاه معلقاش على لبسها بأي كلمة أساسا، لحد قبل ما يمشوا بدقيقة قال لها انت لبسك جميل أوي النهاردة، بس ما عدتش عاوزك تلبسي جيبة قصيرة تاني بره البيت، والكلام ده في البيت بس. ويومها حرفيا كانت بتعيط من الفرحة ان ميزو بيغير عليها، وفي نفس الوقت كان لبسه عاجبها، ومن ساعتها وهي كل لبسها واسع ومحتشم، وعلشان كده بتقرر انها تقول في دماغها تصدف ميزو، وبتخلي سنة تاخد ستايل لبسها، بينما يومي بتغير لبسها هي كمان، وبتشتري بنطلونات وبتحرر نفسها يا معلم. لكن سنة مش بتبقى واثقة من قرارهم ده، فبتقعد شوية تفكر وبتبعت صور اللبس لميزو علشان تاخد رأيه، وهو بيقول لها الاوتفيت عليك طرش،
وبتوري الرسالة دي لنامي، ويومي مش بتكون مبسوطة وحاسة بالغيرة لأن في المرة الوحيدة زمان اللي كانت الفرصة هتسمح لها تزور بيت ميزو أيام زمان، أيام ما كانوا بيتوعدوا، ساعتها الفرصة دي ضاعت وما راحتش بيته غير مرة واحدة بس، ودلوقتي سنة الفرصة ما جتلهاش غير وهي صاحبته اللي هتروح بيته عادي من غير ما تبذل أي مجهود. وتاني يوم سنة بتروح لبيت ميزو، وطبعا هناك يومي بتبقى موجودة بما إنهم عايشين في نفس البيت، وبتقرر بقى انها تنكد عليهم وتقعد في وسطهم وبتعمل فيها شرطة الاخلاق وكده، لكن بيحصل العكس وهما اللي بينكدوا على ابوها، وخصوصا لما سنة بتعمل حرفيا نفسها قاعدة في بيت ابوها وبتمسك الكتاب بتاع ميزو، وبتروح تقرأ 5 ولا 6 مجلدات وهي قاعدة لحد ما شوية وعضمها قرب يلزق في الأوضة. بعدها بتبدأ فقرة الغلاسة على يومي، واللي بتشوف ميزو وسانا وهما شغالين يتلزقوا في بعض وحاجة قمة الوقاحة كده، وده اللي بيخلي يومي يتجن جنونها وبتفضل تشتم وتهزق فيهم انهم قاصدين يخلوها تتعصب، وهم بيحلفوا لها ان مفيش اي سبب يخليها تزعل اساسا، وانهم اصلا اغبياء اجتماعيين ومعندهمش اي حدود شخصيه. ووسط كل الزعيق ده سنة البقرة بتبقى عايزة تروح الحمام، ويومي بتوديها بس بتقف في نص الطريق وتسألها إذا كانت لسه عندها مشاعر اتجاه ميزو، وخصوصا بعد ما رفضك آخر مرة. وسنة بتأكد لها إنها لسه بتحبه وهتفضل تحبه للأبد سواء كان حبيب أو صديق ليها، وده لأن هو الوحيد اللي فاهمها، وإنه بالنسبة لها إنه يبقى معاه حبيبة عادي، لكن هتزعل لو اكتشفت إن لها صديقة مقربة أكتر منها، وده لأنها مش عايزة حد ياخد مكانها في قلبه. ويومي بتفهم مشاعر سنة دي وبتتأثر وبتكون عايزة ترد عليها، لكن سنة بتقول لها يا ست انجزي بقى، عايزة أخش الحمام اخلصي. وعلى ما سنة بتروح الحمام بقى يومي بتدخل أوضة ميزو وبتمسح بالبلاط شوية لحد ما سنة بتبعت لها رسالة وبتقول لها الحقيني، ويومي وميزو بيجروا وبيلاقي إن أهلهم فاتحين تحقيق مع سنة. وبيجي الوقت اللي ميزو بيوصل فيه سنة لبيتها، وفي الطريق سنة بتعرفه انها لسه ما تخططش حوار انه رفض اعترافها بالحب ده، وانه المفروض يواسيها من وقت للتاني. وميزو بيفضل يقول لها طيب ونعم وحاضر وخلاص علشان يمشي الدنيا. اخلصي بقى، اخلصي بقى. وعلى ما ميزو بيوصل سنة يومي بتكون قاعدة في البيت وبتسرح في الماضي لما كانت مع ميزو زمان وراحت بيته لأول مرة، وده كان من 6 شهور تقريبا، وكانت أكتر تجربة مملة في حياتها لأن حرفيا خلاها تقعد ما تعملش أي حاجة غير إنها تقرأ كتاب واحد. لا ده كمان هو اللي مختاره، وبعد ما بتقرأ الكتاب بيروح يروحها على بيتها من غير ما يمسك ايدها حتى ولا يتغزل فيها. ويومها يومي حست ان ميزو بارد جدا ناحيتها، وما تعرفش انه بعد ما سابها ومشى فضل يعيط زي البنات، وده طبعا لانه كان متوتر على الاخر ساعتها. ولما خلاص كبروا وراحوا تالتة اعدادي، وتحديدا اول يوم يومي كانت خايفة انها ما تكونش معاه في نفس الفصل، وهو رد عليها رد بارد وقال لها ربنا يسهل وخلاص، بدل ما يقول لها اتمنى ان احنا نكون مع بعض. ولما وصل المدرسة اكتشف ان فعلا القدر فرقهم، وان كل واحد فيهم بقى في فصل مختلف للاسف. وميزو فضل يطمن يومي وقال لها ساعتها انها ما تقلقش، وانه كده كده هيقابلوا بعض في الفسحة والمكتبة وبعد المدرسة عادي، يعني مش هيفترقوا عن بعض للابد. وبعد حوالي اسبوع يومي جت لعند ميزو وعرفته انها بقى عندها اصحاب في الفصل، وشكرته لانها من ساعه ما بقت توعد وهي بقت اجتماعيه جدا. وميزو كان فرحان ليها جدا لحد ما الموضوع بقى اوفر ولا يطاق، لان يومي كل شويه تشوف خلقه ميزو ما كانش على لسانها غير سيره اصحابها دول. وميزو فضل صابر ومتحمل لحد ما برضه يومي فضلت تسوق فيها لدرجه انها بقت تلغي الديتس والمواعيد بتاعتهم ومبقتش تشوف ميزو خالص، وده بس علشان تخرج وتحكي مع اصحابها. وفي يوم حصلت القشه اللي قسمت ظهر البعير، ويومي اتاخرت ساعتين على ميزو، وكل ده عشان قابلت صاحبتها في الشارع وفضلت تحكي معاها ساعتين، وهو يومها عملها ببرود، وبدل ما يومي تعتذر ليه فضلت تكلموا عن اصحابها برضه، وهو زعق فيها وقال لها مش مهتم بربع جنيه باصحابك دول وسابها ومشي. لكن لما روح البيت ادرك انه غلطان ولازم يعتذر منها، على عكس يوم البرد اللي ما عندهاش دم. وتاني يوم يومي بتكون رايحة لميزو تشوفه، لكن بتتفاجئ انه قاعد في المكتبة بيحكي مع بنت غيرها، وبتفتكر ان تم استبدالها خلاص، وبتستنى البنت دي تمشي من جنب ميزو وبتروح تقف في وشه، وميزو بيستغل الفرصة وبيعتذر لها على انه كان وقح معاها امبارح، وفضل يعاتبها لانها كانت بطلت حرفيا تتكلم معاه ولا تخرج معاه علشان بس تفضل لازقة في اصحابها اللي حس انهم اخدوها منه. وبيعترف ان ده تصرف اناني وبيعتذر لها مرة تانية، بس الحاجة يومي ساعتها افورت الموضوع وقلبت عليه الترابيزة، وبتقول له يعني انت زعلان من اصحابه ومش زعلان انك جايب واحدة في المكتبة اللي هي اول ما كانت عرفنا فيها على بعض وشغال تخني معاها. وميزو بيستغرب السيناريو العبيط اللي يومي عملته في دماغها، وفضل يفهمها ان دي مجرد بنت، ده حتى ما يعرفش اسمها، هو كان بس بياخد منها اقتراحات للكتب بتاعته. بس يومي خلاص حطت في دماغها ان ميزو خاين وحقير وسابته، وفضلت تعيط في البيت وتاخد دور الضحيه، وان ازاي الشخص الوحيد اللي وثقت فيه في حياتها خانها. والله يا حاجه كبرت الموضوع على الفاضي. وبالرغم من كل العبط اللي حصل من يومي ده، الا ان ميزو بيحط الحق على نفسه وبيفضل يدور على اي حاجه غلط هو عملها وخلاص. وتاني يوم بيروح يصالحها علشان هو راجل جدع وابن ناس، ويومي مش بتقول له حاجه غير ماشي وخلاص، وبكل برود بعدها مش بترضى تعبره مره تانية. واثناء ما هم مروحين البيت مع بعض وفي نفس الوقت ماشيين بعيد عن بعض، يومي بتلمح اعلان لمهرجان المدينه السنوي،
لكن المرة دي مش بتعزم ميزو علشان يجي معاها، ولكن في الآخر بتندم وبتقعد في الأرض وبتتمنى لو إن ميزو موجود معاها زي السنة اللي فاتت. وبيعدي الأعياد السنوية والديانات القومية وعيد العمال وعيد الحب، وطول الوقت ده كله الاتنين مش بيكلموا بعض ولا حد فيهم بيرفع سماعة التليفون على التاني. وساعتها بيضطروا انهم ياخدوا قرار مهم جدا، وهم انهم ينفصلوا لان علاقتهم مستحيل ترجع زي الاول مرة تانية، وده كان قرار صعب لان ميزو محتاج شعور الحرية. ومن بعد ما الفلاش باك ده كله بيخلص، يومي بتكون قاعدة في اوضتها اصلا في امان الله، وبتيجي رسالة ليها من امها بتعرفها فيها ان الدنيا عندها خربانة، وده بسبب الجو والمطر، حتى ان وسائل المواصلات اتعطلت، ودلوقتي هي وجوزها ابو ميزو مضطرين يباتوا في فندق بره البيت على ما محطات القطر تفتح تاني. وبتطلب منها وقتها انها تراعى البيت في غيابها هي وميزو. ويومي بتتفهم الموقف وبتقول لها حاضر ونعم وخلاص، الا وفجأة بتلاقي قدامها زعرورتين واقفين كده، وبيطلع انه صرصار كبير من اللي بيطيروا يا معلم. وفي اللحظة دي ميزو بيسمع صوت صراخ يومي من على بعد اميال، وبيفتكر انها ماتت ولا حاجة، لكن يومي بتجري على اوضتها بسرعة وبتفضل تعيط وتنهار، وده لانها لقت صرصار ومش بترضى تعتب باب الاوضه من تاني حتى بعد ما ميزو بيملاها مبيد حشري علشان يتاكد انه مات تماما. ويومي بتضطر انها تبات في اوضه ميزو النهارده لانها مستعده تموت ولا انها تشوف صرصار، ولما بتنعس ميزو بيبقى شغال يبص على ملامحها وهو حزين، وده لانه لسه مش متقبل حوار انهم انفصلوا عادي كده. وتاني يوم لما اهل يومي وميزو بيرجعوا البيت اخيرا، بتيجي يومي وبتعمل اكبر حركه ندالة في ميزو، وبتفضل تهزقه وتقول له عليه انه عيل جبان ومعفن، وده علشان معرفش يقتل الصرصار قدام عيلتها علشان تخلي منظره عرق قدامهم، وهو بيكون خلاص اتعود على الندالة دي من يومي، واللي هي كانت سبب انفصالهم اصلا، وبيفضل يقول لها انت صح وعندك حق علشان تحل عن دماغه خالص. والحاجة ام يومي بتفضل تضحك على اللي بيحصل ده، وبتقول عليهم انهم شبه اتنين متجوزين وما بينهم المحاكم بالظبط. والحاج ابو ميزو بيقول لهم يستعدوا علشان الرحلة العائلية اللي جاية دي، وان مفيش اي نشاط ممكن يتعمل هناك غير انكم تنطوا في البحر وتعوموا وخلاص. وميزو ويومي اصلا مش بيبقوا عايزين يروحوا، بس لازم يروحوا رجلهم فوق رقبتهم. ام يومي بتبوظ الدنيا ما بتقول لميزو يروح مع يومي لمحل الملابس علشان يومي تشتري شوية هدوم جديدة للرحلة، وبكده بتكون دبستهم في ديت غير مباشر حرفيا. ويومي مش بتقدر تتكلم قدام امها وبتوافق، بس بشرط انها بتطلع لبس تنكري، وبتحكم على ميزو انه يلبسه بس بيتنكر بيه، وكل ده بس علشان لو حد في المدرسة شافهم هيفتكر انهم بيتوعدوا ويفضحهم تاني اساسا. وبعد ما بيروحوا محل الملابس وبيشتروا كام اوتفيتايه طرش، وفي الطريق بيتمشوا مع بعض، وبالصدفة بيقابلوا اول مكان كانوا فيه مع بعض لما اتوعدوا جديد، وهناك يومي بينزل عليها كل الذكريات وبتسرح في الفراغ لحد ما ميزو بيخبط على راسها وبيقول لها تفوق للواقع، وبيروحوا للبيت، وهناك يومي بترجع تعمل نفسها البنت الكيوت، وده كله علشان هي قدام اهلها، وبترجع على ميزو الكتاب اللي كانت مستلفاه منه، وبتمدح فيه في ذوقه في القرايه، وبيبان ان تصرفاتها كلها مصطنعه، حتى ان امها بتتريق عليها وبتقول لها مالكم انتوا الاتنين عاملين زي المتجوزين كده ليه. ويومي بيطفح بيها الكلو وشها بيقلب طماطم حرفيا من اللي بتسمعه وبتهرب. وبعد يوم بتيجي سنة زيارة تاني للبيت، وبتكون جاية معاها شوية أفلام أنمي، وبتقعد تتفرج عليهم مع يومي وميزو، لكنها بتكون نايمة على رجلين ميزو ولا كأنها خطيبته ولا حاجة، وده اللي بيخلي يومي دمها يتحرق طول القعدة، ومش بتكون فاهمة هو ايه الهبل اللي بيحصل ده، ولأي درجة ميزو وسانا مقربين من بعض قوي كده. وبعد ما الفيلم بيخلص سانا بتطلب رأي ميزو، وميزو فجأة بيقلب قناة ملخصات وتحليل انمي قدامها لحد ما رقه بينشف، وبيطلب من يومي انها تجيب لي بق مية، ويومي بتكسل تقوم فبتصب له مية في نفس الكوباية بتاعتها وهو بيشرب عادي. وسنة المحنكة بتمسك في الموقف ده وبتفضل تقول ان اللي حصل ده عيب ودي بوسة بس بطريقة غير مباشرة، ده على اساس ان اللي انت بتعمليه من الصبح ده عادي يعني ولا ايه. وميزو مش بيبقى فايق لكل النقاشات دي، ومن كتر النعس مش بيحس بنفسه، وبيقوم مرمي على رجلين يومي وبينام نومة اهل الكهف كأنه اخر مرة ينام فيها. وسنة طبعا بتتغاظ من اللي حصل ده، وبتفضل تتأمل في وش ميزو وهو نايم، وبتعترف ليومي انها لسه عايزة ميزو ليها ومش هتتخلى عنه ابدا. بعدها بتمشي وبتروح بيتها، ويومي بتقوم تشوف مصلحتها، لكن امها الغتتها بتمسك فيها وبتفضل تنم معاها على سنة، وانها بقت كل يوم تيجي البيت من ساعة اجازة الصيف، وبتسأل يومي اذا كان في حاجة ما بينها وما بين ميزو، لكن يومي بتفهم امها ان سنة عيلة ملزقة وشغالة تتلزق في ميزو، وهو اصلا اللي مش طايقها، وامها بتضحك وتقول لها انت ناوية ترتبطي وتجيبي عريس انت كمان امتى، ويومي بتتعصب من السؤال ده وبتروح اوضتها، وبتقول ان مفيش ولا عريس هيلاقي عليها غير ميزو ومش هتتقبل اي حد غيره. وبتفتكر اول اجازة صيف ليهم مع بعض من بعد ما اتوعدوا، وساعتها ميزو اتصل على يومي علشان يسأل عليها ويعزمها على مهرجان ويروحوا مع بعض، وده بما انهم فاضيين، ويومي يومها ماتت من الفرحة، وميزو قال لها معلش هروح اشحن التليفون اكلمك بعدين. ويوم من يومها وهي عيلة نكد، وفضلت تاكل في نفسها وتسأل هو ليه مرضاش يكمل معاها كلام، وحط التليفون على الشاحن عادي. يا شيخة روحي بقى ده انت وش فقر حرفيا. وفي اليوم اللي بعده العيلة بتسافر لرحلة الصيف علشان يزوروا عيلة ابو ميزو، وهناك بيقابلوا جدته اللي بتسلم عليهم كلهم، وبتفضل تمدح في يومي واخلاقها وجمالها، والدنيا بتبقى زي الفل لحد ما بتيجي بنت بتشبط في ميزو وبتطلع انها بنت عمه واسمها مادونا.
وبتقعد تحضن فيه وتسلم عليه وبتبقى عمالة تضحك معاه وتتكلم على شخصيته وإنها لسه ما اتغيرتش وإنه كانت فاكر إنه هيكون اجتماعي لما يوصل ثانوية عامة، وهو بيقول لها بإنه مش محتاج يغير شخصيته علشان يعجب حد، ويومي بتبقى غيرانة من مادونا دي لحد ما بتلاحظ وجود عيل صغير واقف ورا البنت وكمان خايف يطلع، وبيبقى أخو مادونا الصغير واسمه شيكو. ومادونا بتقول لي يومي وأمها يتجهزوا علشان حفل الشواء على النهر بدأ وإن العيلة كلها موجودة بره، ويومي بتطلع تغرف لها طبقين لحمة محترمين وبتفضل تأزأز فيهم كده وهي قاعدة جنب مادونا وأخوها، بينما الأستاذ ميزو بيبقى واخد جنب كده مع نفسه وقاعد تحت شجرة وماسك كتاب وشغال يقرا فيه ولا كأنه بطل رواية رومانسية. وأهل ميزو بيروحوا لعند أبوه بيفضلوا يقولوا عليه إنه عيل متربي ومحترم وبيمدحوا فيهم. مادونا بتعرف يوم إن من ساعة ما أم ميزو ماتت وجدته وعمامه هما اللي فضلوا يربوا طول الوقت، وان ميزو بقى يحب القرايه والقعده لوحده دايما، وميزو بيخلص اكله وقرايه وبيروح يدخل البيت علشان يقعد لوحده بعيد عن الدوشه دي. وبعد ما بيخلص حفل الشواء مادونا ويومي بيلفوا على البيت علشان يخدموا على باقي الناس، ومادونا بتيجي لعند يو وتقول لها روحي قولي لميزو ان دوره في الاستحمام اجا، وبتعرفها انه موجود في اوضه جدهم دلوقتي. ويومي بالفعل بتروح لعند ميزو وهناك بتلاقي ان اوضه الجد دي عباره عن مكتبه كبيره وميزو كان قاعد يقرا فيها كتب غريبه، ولما يومي بتقول له يلا دورك علشان تستحمى بيقفل الكتاب من غير ما يعلم على رقم الورقه اللي هو واقف فيها، ولما يومي بتساله عن السبب بيقول لها انه حافظ الكتاب اصلا، وده لان الكتاب من تاليف جده وكل مره كان بيجي فيها هنا كان بيقرا الكتاب. والقصه بتبقى عباره عن قصه حياه جده اما كان في الحرب واتاخد اسير في بلاد العدو، وهناك وقع في حب رقاصه ومعرفش يفضل معاها للاخر، واضطروا ساعتها انهم يسيبوا بعض. يا ابن الرقاصة. وميزو بيدي الكتاب ليومي علشان تقرأه، وعلى ما هو يجي وبتمسك الكتاب وبتفضل تقرأ فيه بالفعل وبتعيط وجزء من دموعها بتنزل على الورق وبتبوظه، وهي بتخاف لحسن تكون بوظته، وبتشوف ان في اثار دموع اصلا قبلها على الورق، وبتدرك ان كمان ميزو عيط لما كان بيقرأ الكتاب ده. وبعد شوية ميزو بيجي وبيقول لها ايه رأيك في الكتاب، وهي بتقول له ان جده مؤلف عظيم، بس هي عايزة تسأله سؤال مهم وهو من حبه الاول وايه صفاتها. وميزو مش بيرضى يجاوب هي مين، لكن بيقول لها انها واحدة بتحب الضحك. ويومي مش بيجي في بالها غير مادونا، وبتعرف ان مادونا هي حبه الاول اساسا. وتاني يوم مادو بتجيب يومي علشان تختار لها لون الفستان اللي هتروح بيه المهرجان بالليل، بس يومي بتبقى سرحانه في ميزو وبتحس بالذنب لما عرفت طفولته الصعبه وانها ما كانتش لازم تنكد عليه قوي يعني كده. ومادونا بتلاحظ ان يومي بتسرح كتير وبتسالها في وشها اذا كانت بتحب ميزو، ويومي بتتوتر ووشها بيقلب اصفر من السؤال ده، وبتروح ترد على السؤال بسؤال وهو انها اصلا ما تعرفش يعني ايه حب. ولما مادونا بتقعد تشرح لها يعني إيه انك تحب شخص، يومي بتزعل وبتحكي لمادونا اللي حصل، وبسبب كده مادونا بتروح تدبر لقاء ما بين يومي وميزو، وبتقول لهم هسيبكم لوحدكم هنا شويه واجي على ما تصفوا حساباتكم، وبتمشي. وميزو بيبص على يومي وبيقول لها كنت عايزه ايه، ويومي مش بترد عليه من الخضه وبتفضل ساكته طول ما هي قاعده لانها ندمت اشد الندم بسبب انها انفصلت عن ميزو، وان هي اللي غلطانه من البدايه، ولما بتيجي تكلمه مش بتعمل حاجه غير انها تنادي اسمه من كتر التوتر، وهو بيتفهم ده فبيقوم واخدها بالحضن. وهنا يومي بتهدى وبتعتذر له وبتحكي له على حوار ان حبه الاول هي مادونا، وهو بيأكد لها ان عمره اصلا ما كان عنده بربع جنيه مشاعر اتجاه مادونا قبل كده، وانه كان يقصدها هي بحبه الاول ده. ولما يومي بتدرك كده بتتكسف على الاخر. واخيرا بيجي مهرجان الريف السنوي، ويومي بتلبس اشيك فستان في حياتها وبيبقى شكلها جميل جدا. الطعابة والحلاوة دي أقسم بالله. ومادونا بتتهبل اول ما بتشوفها. بعد كده ميزو بيجي وهو لابس اللبس التقليدي بتاع الريف عندهم، ويومي بتتجنن اول ما بتشوفه حرفيا، وبتبقى عايزه تتصور صوره للذكرى، لكن هو ومادونا بيفهموا غلط وبيفتكروا انها عايزه تصور الفستان بتاعها. فبيقوم ميزو ماسك تليفون يومي علشان يصورها، وبيبقى عارف الباسورد بتاع التليفون من غير ما هي تقول له حتى. وطبعا يومي بتتصدم اول ما بتعرف ان ميزو فتح تليفونها لوحده. وبيتجهوا الاربعه للمهرجان، وهناك مادونا بتقترح انهم يمسكوا كلهم ايدين بعض علشان المهرجان زحمه، وان ممكن حد فيهم يتوه، ولسه ميزو بيبقى هيرفض، لكن يومي الزنديقه بتمسك ايده غصب عنه، وبتفضل تتمشى معاهم في المهرجان لحد ما بيقفوا عند لعبه معينه علشان شيكو اخو مادونا عايز يفوز بحاجه منها وبيخسر في الاخر. وميزو مش بيرضى بالخساره دي وبيروح يجرب هو اللعبه مكان مادونا الزنديقه، وبتقول لي يومي روح اسندي ايد ميزو علشان يعرف يصطاد اللعبه كويس. ولما يومي بتقرب من ميزو بتتكعبل بالغلط وبتاعه وبتخلي ميزو يتخض، لكن في النهايه بيصطاد اللعبه اللي ابن عمه عايزها. ولما يومي بتساله انت ازاي عرفت انه عايز اللعبه دي، بيعرفها ان ابن عمه شيكو مهووس بلعب البلاي ستيشن الفتره دي، وان اللعبه بتعبر عن شخصيه فيها. بعدها الاربعه بيكملوا ماشي لحد ما بيوصلوا لعند اهل يومي وميزو، وبيبقوا واقفين مع ناس غريبه منهم كده ست عجوزه بتعرفهم انها حجزت لهم مكان مميز علشان يحضروا الالعاب الناريه في نهايه المهرجان. ويومي بتبقى فرحانه بس بتلاحظ ان ميزو اختفى من جنبها، ومادونا بتشرح لها ان ميزو كل سنه حرفيا بيعمل نفس الحركه دي وبيختفي قبل الالعاب الناريه بلحظات معينه.
ويومي مش بتسكت وبتفضل تدور عليه في كل حتة وبتفتكر حاجة مهمة، وإنها في اليوم اللي نكد عليه فيها قال لها مش هقدر أكلمك علشان هشحن التليفون، وإنه كان في زيارة لبيت جده برضه، لكن بتبقى فاكرة إن بيت جده مفهوش شواحن أساسا. وبتفضل يومي تجري بين الناس في محاولة منها إنها تدور على ميزو المفقود، وميزو بيطلع قاعد عند معبد قديم كده وحده بيتفرج على السما، وبيفتكر موضوع انه وهو طفل كان اي حد بيشوفه بيقول له يا عيني انت امك ميته، وبيفضلوا يتنمروا عليه في الشارع وحسسوا ان الدنيا كلها ظلام، وان مفيش حاجه في الدنيا دي حقيقيه او تستاهل انك تعيش علشانها، لحد ما ميزو قرر يبدا في القرايه وبدا بمؤلف جديد وتاثر بيه جدا، وبقت دي الحاجه الوحيده اللي عطت لحياته معنى لحد ما كبر ووصل للاعداديه واتعرف على يومي، وانه كان مرتبط بيها وخلاص كده من غير مشاعر حقيقيه تجاهها، لحد ما في مره تاهت منه لما راح للمهرجان مع بعض، وساعتها أدرك إنه بيحبها بجد، لكن دي حتى غدرت بيه. ويومي بتقطع حبل أفكاره وبتوصل لعنده تقف قدامه وبتفضل تعايره بإنه جبان اجتماعيا علشان مش عايز يتفرج على الألعاب النارية مع أهله، وهو بيقول لها جرى انتوا جايبيني هنا تهزقوني ولا ايه؟ يومي بتضمن لانه خلاص مش هتهزقه تاني، وبتروح تقعد جنبه وبتساله انت فاكر تاريخ معادتنا مع بعض؟ وهو بيقول لها التاريخ بالظبط، وبيسالها هي ليه عايزه تعرف، ويومي بتفهمه ان ده كان باسورد تليفونها اصلا، وعرفت في ثانيتها انه لسه حافظ التاريخ. بعدها بتساله سؤال تاني وهو انه اشمعنى اختارها هي تبقى حبيبته، وهو بياكد لها انه ما اختارهاش بالذات، ده بقى القدر اللي جمعهم، وان لو كان في بنت تانية كان وعدها عادي. استر يا دولي استر يا دولي مش كده. وبيبدأ بقى تشغيل الألعاب النارية، ويومي وميزو بيتفرجوا عليها مع بعض في لحظة رومانسية، وتاني يوم على طول خلاص بيلموا هدومهم ويودعوا قرايبهم وميزو، لأن الرحلة بتنتهي وبيرجعوا للمدينة بعدها بشهر ولا حاجة الدراسة بتبدأ. وهنا الكل بيشوف سانا وهي لازقة في ميزو، وسانا اما بتشوف ان ميزو عنده صحاب غيرها بتتغاظ وبيدخلوا في عركة مع بعض، وبترجع حياة ميزو ويومي للحياة الطبيعية من تاني. وبكده يا صديقي بتكون انتهت قصتنا مع الاتنين اللي انفصلوا، والقدر رجع يجمعهم من تاني بأغرب طريقة ممكن تشوفها في حياتك. فلو وصلت لحد هنا والقصة عجبتك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو في قصة في دماغك عاوزنا نلخصها اكتب لي اسمها تحت في الكومنتات دلوقتي، وانا هبص على كل الكومنتات وهاخد القصص الخصها. وما تنساش تعمل لايك وكومنت رايق زيك كده تشجعنا فيه، وما طولش عليكم اكتر من كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.